السلام عليكم يا مساء الحلويات عليكم يا احلى شربطات. النهارده معانا وصفه جميله جدا. معانا النهارده كفته الفراخ بحاجه كده جميله يعني، بمكونات سهله جدا، وهنعمل معاها كمان صينيه بطاطس كده روعه روعه. يلا بينا نخش نشوف مكوناتنا ايه النهارده. اول حاجه معايا كده كيلو من صدور الفراخ او صدور على اوراق فراخ. انا عاملاها النهارده صدور على اوراق عشان يبقى فيها نسبه دسم كده تحلي معايا الكفته. مفرومين فرم خشن زي ما انتم شايفين. ومعايا كمان كميه كده من البصل، وفرمه معاهم فلفل رومي احمر، ولو متوفر عندك اخضر او اصفر او ايا كان مفيش مشكله، ونص معلقه كده من الثوم. ومعايا طبعا 3 بطاطسيات متوسطين الحجم مبشورين بشر خشن زي ما انتم شايفين. وبهارات البيت العاديه بتاعتنا، وضايفه عليهم بس معلقه كبيره كده من بهارات الكفته، ومعلقه كبيره من بهارات اللحمه، وكمان شويه كبابه صيني كده مطحونين مع الزر الزهره، وشويه حاجات كده جميله. وكمان حاطه معلقه من الثوم البودر ومعلقه من البصل البودر يعززوا معايا الطعم كده، ويودوني في حته تانية بالكفته دي. مكوناتنا زي ما انتم شايفين، مفيش اسهل من كده، مفيش احلى من كده. مفيش عندك لحمه يا ست الكل، هنعمل احلى كفته. طبعا كميه البصل لو انت حابه تكون اكتر من كده مفيش مشكله، حابه كمان كميه البطاطس تكون اكتر من كده برضو عادي، مفيش اي مشكله. في طبعا وصفات كتيرة للكفتة بالبطاطس، سواء مسلوقة أو حتى مبشورة أو أيا كان. فالنهاردة هنشوفها مع بعض. النهاردة جربتها معاكم قبل كده البطاطس المبشورة دي في كفتة لحمة، وكانت خطيرة خطيرة. للناس اللي جربتها هتبقى عارفة هي خطيرة قد ايه. هنجربها النهاردة كمان مع كفتة الفراخ، مش هتفرق أبدا عن كفتة اللحمة، وهتكون أروع وأطعم كمان. كل اللي انا عملته بقى، او اللي انا هعمله في الخطوه دي، ان انا هرجع بقى الفراخ بتاعتي المفرومه فرم خشن دي في الكبه كده، وهضيف عليها كمان البطاطس بقى والبصل بتاعنا اللي مضروب معاه فلفل. ولو حابه تعملي الفلفل ده حامي مفيش اي مشكله، ده اختياري طبعا. كل البهارات بتاعتنا الجميله اللي اتكلمنا عنها، وضربة بس في السريع كده. وطبعا ده اختياري، تقدري تعمليها على ايدك، مش لازم كبة ابدا في الخطوة دي، زي ما انت عايزة. لكن هنا عشان كنت محتاجة ان انا اخلص بسرعة في وقت قياسي يعني ممكن اقول ان الوصفة دي ما اخدتش مني ربع ساعة. زي ما انتم شايفين قوامها حلو قوي كده. لو انت حاسه ان قوامها يبقى لين اكتر من كده، او انت حاسه ان هي كده لينه، تقدري ان انت تضيفي عليها 3 4 معالق من البقسماط الناعم، وهتبقى حاجه كده زي الفل. طبعا انا بيتها في التلاجة، لان انتوا عارفين عني ان انا بحب اجهز الكفته من قبلها بيوم. حطيتها في التلاجة، وكمان طلعتها بقى اللي هو تاني يوم الصبح كده. حطيت معلقه كده او نص معلقه كبيره من البابريكا، وهحط معلقتين من البقسماط اللي هو هعجن بس بيهم الكفتة مع شوية البابريكا بتوعي. وطبعا ده اختياري، هي كان قوامها زي ما انتم شايفين يعني متماسكة وجميلة جدا، لكن انا حبيت اضيف المعلقتين دول عشان هوريكم دلوقتي هعمل من الكفتة دي وصفتين. تقدري انك تكملي زي ما هعمل في دلوقتي قدامك، وتبقى خلاص الوجبة كلها بتاعتنا في صينية واحدة. وتقدري ان انت تعملي بيها الوصفه بتاعتنا الكفته بقى الاصليه اللي بنحمرها بالفيجيتار زي ما انتم شايفين معانا يعني. العجينه بتاعت الكفته بتاعتنا بتتكلم عن نفسها يا جماعه، شكلها تحفه وجباره. طب انا ليه ما حطيتش معلقه البابريكا ومعلقه البقسماط من اول ما عجنت الكفته؟ بصراحه ما بحبش اضافه البقسماط لما اكون هركنها في التلاجة او حاجه، بحس ان هو بيبوش شويه او بيعجن مني شويه في الكفته، فما بحبش ده. زي ما انتوا شفتوا يعني ما اخدتش مني دقيقه كده كده. لما بطلع الكفته من التلاجة علشان اجهزها او علشان اسويها بقى، كده كده لازم بعجنها عجنه على السريع كده. فمش هيفرق معانا لما نحط معلقه البقسماط الصبح، بس هيفرق معانا في طعمها. وخليكم فاكرين ان اهم حاجه في كل وصفاتنا هي طعمها مش شكلها وبس. زي ما انتوا شايفين كده، انا هاخد بقى كميه من الكفته دي، هصبعها كده على السيخ في السريع. طبعا حجمها ده انا عامله حجم متوسط، تقدري انك تعملي اكبر من كده او اصغر من كده زي ما انت عايزه. بس خلي بالك ان هنا كفتة الفراخ بتاعتنا ما بتكشش قوي زي بتاعة اللحمة، ولا فيها اي حاجة خالص. الحجم اللي هتعمليه من الاول هو اللي هتشوفيه بعد. انا خدت الكمية بتاعتي اللي انا عايزاها اعمل بيها حاجة كده على وش صينية البطاطس. طب يلا بينا بقى نسيب دول على جنب ونشوف صينية البطاطس بتاعتنا النهاردة هتبقى شكلها ايه. حاجه كده في السريع، قطعت بطاطس معايا صوابع، بس زي ما انتم شايفين السمك بتاعها غير البطاطس الصوابع اللي بنحمرها خالص. هضيف بقى شويه بهارات كده يعتبر نفس البهارات اللي حطيناها في الكفته، او يعني اضافات بسيطه كده على الطماطم المبشوره بتاعتي اللي معاهم نص معلقه من الثوم المفروم. وزي ما انتم شايفين في الطبق التاني ده، انا هنا مقطعه بصلتين فرم ناعم، وكمان معاهم بصلتين جوليان كده او شرايح يعني.
وعاملة كمان فلفل أحمر، قُلت لكم إن ده مش حامي، بس حاطة معاهم قرنين فلفل حامي كده علشان يضبطوا معايا الكلام ويضبطوا معايا طعم البطاطس بتاعتي. هاضيف بقى كل المكونات دي على بعضها من غير أي دبكة. هاضيف بقى شوية كمان كده من الزيت، ممكن أقول 5، 6 معالق بس. أحلى حاجة في الوصفة بتاعتنا النهارده لا بتاخد زيت كتير ولا أي حاجة. هاقلّبهم بقى تقليبة في السريع كده، وعلى طول هانزّلهم في الصينية بتاعتي وهنشوف هنعمل إيه في الكفتة علشان هنعمل أحلى كلام في صينية البطاطس دي مع شوية رز بشعرية، يعني وجبة ما حصلتش. تقدري زي ما قُلت لِك إنِّك تستكفي بصينية البطاطس اللي تحطّي على وشّها الكفتة دي وخلاص على كده، ويبقى دي وصفتِك وهي دي وجبتِك لليوم كلّه، ومش هتشبعي منها حاجة كده جميلة. كده خلاص اهو، تقليبه بس في السريع كده علشان اتاكد ان كل مكوناتي داخله في بعضها. زي ما انتم شايفين البصل والفلفل انا مقطعه منهم جزء ناعم وجزء شرايح. طبعا ده ليه شغل وده ليه شغل يعني. طيب هسيبها بقى على جنب وتعالوا نشوف هنعمل ايه. كميه الكفته اللي انا صبعتها معاكم دول هنزلهم كده ياخدوا صدمه، بس انا مش محتاجاهم يتسووا خالص دلوقتي. على نار عاليه زي ما انتم شايفين كده هبتدي ادي الكفته بتاعتي صدمه اهي من كل الاتجاهات. طبعا الكميه عندي مش كتيره لان انا زي ما قلت لكم مش هعمل الوجبه كلها كده، لكن انا عملتها قدامكم علشان تاخدوها مني فكره انكم تعملوا صينيه البطاطس دي كده وتبقى وجبه خطيره. خلاص كده شوحتهم او اخدوا الصدمه بتاعتي وبعد كده نزلتهم على صينيه البطاطس اهي، على وش صينيه البطاطس. طبعا البطاطس دي لما بحطها علشان هي صوابع ما بتتقلبش، هسيبها بقى مع نفسها كده على النار واشوف هعمل ايه في باقي كميه الكفته بتاعتي. ده بقسماط ناعم وحطيت عليهم معلقتين كده من دقيق الذره ومعلقه كمان من النشا، وقلبتهم تقليبه حلوه وبهرتهم على خفيف كده بكزبره ناشفه وكمون وسنه شطه صغيره كده علشان تبقى مشطشطه شويه صغيرين. وفي الطبق التاني ده معايا بيضتين كده وفكيتهم بشويه ميه او شويه لبن زي ما انت عايزه. وبعد كده هبتدي معايا اصبع بقى الكفته بتاعتي، يعني تصبيع العادي خالص على ايدي اهو من غير سيخ ومن غير اي حاجه، لان دي هتاخد كفر كده من بره، فمش هتحتاج معايا ان هي تبقى مفرغه من النص ولا اي حاجه خالص. حجم الكفته زي ما قلتلك وزي ما هفضل اقولك كل مره ده راجع ليك انت يا قمر. اهو زي ما انتم شايفين هبتدي بقى اصبع الكميه بتاعتي كلها لان انا عايزه اعملها بكفر حلو كده من بره. طيب انا لو عايزه مثلا الكفته بتاعتي دي تاخد كفر اكبر من كده هعمل ايه؟ انا هنا نزلت في الاول في البيض على طول. انا لو انا عايزه الكفر بتاعي يبقى عالي او يعني اسمك من كده، هجهز معايا طبق تاني فيه دقيق وهبهره وبس. دقيق ممكن اضيف عليه معلقه بس من النشا. هنزل فيه الكفته بتاعتي في الاول، بعد كده هنزلها في البيض وبعد كده هرجعها تاني في البقسماط، وكده الكفر بتاعنا هيكون اعلى من اللي انا بعمله دلوقتي. لكن انا بصراحه حباها خفيفه ولذيذه كده وحاجه كده في السريع، يعني عشان اخلص غدانا بسرعه وابقى موقفتش في المطبخ كتير وطلعت بغدوه محترمه. هعمل بقى باقي الكميه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين اهو. انا هنا بحاول اوضح لكم الخطوات كلها وبحاول ان الفيديو ما يكونش طويل، لكن سامحوني الخطوات بتاعتنا لازم تكون واضحه لكل حبايبي اللي متابعيني. كده خلاص خلصت الكميه بتاعتي، ولو معاكي وقت تقدري تدخليها التلاجة نص ساعه كده تاخد يعني تشد نفسها بس مكان ما كانت بتتصبع، لان طبعا زي ما احنا عارفين لما بنيجي نصبع الكفته بتاخد من حراره ايدينا. مش هستنى لما تاخد لون كامل مره واحده، لا هي لون ذهبي كده في اول مره، وهبتدي ان انا اقلبه وبعد كده اول ما الاقيها اخدت لون ذهبي من الناحيه التانية معنى كده ان هي مسكت نفسها. هعلي النار بقى لان في الاول خالص بتبقى على نار متوسطه. وبس كده خلاص ده الطبق بتاعنا، وصلنا لنهاية وجبتنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. انا عايزة افتح لكم واحدة نفسي تكونوا مكاني وسامعيني القرمشة اللي بره سخنة مولعة. شايفين الدخان اللي طالع منها ده؟ لونها جبار. لون الفلفل الاحمر اللي اتحط فيها ده خطير خطير. عايزه اقول لكم ان هي كانت ملهلبه وهي في ايدي، بس انا عايزه اوريكم قد ايه هي طريه وهشه كده جدا جدا من جوه، وكمان كانت مقرمشه من بره وكانت مظبوطه جدا. وزي ما انتم شايفين يعني بسم الله ما شاء الله لا شققت بقى مننا ولا اي حاجه. تعالى اوريكم البطاطسيه كمان كانت مستويه ازاي. خلي بالك وانت بتسوي البطاطس دي اهم حاجه تعمليها في صينيه كبيره بحيث انك لما تحطي البطاطس ما تقلبيهاش ولا مره. زي ما انتم شايفين الصوابع البطاطس بتاعتنا طالعه سليمه اهي. ولو انت مش حابه شكل الصوابع كده في الوصفه تقدري تعمليها شرايح، بس طبعا خلي بالك تكون ارق من الطبيعي اللي انت بتعمليه لصينيه البطاطس.
شايفين الكفتة كمان اللي اتسوت على وش البطاطس بتاعتنا كانت متماسكة وجميلة جدًا أهي زي ما أنتم شايفين، وتقدّموا كده مع شوية رز بشعرية وشوية سلطة وطبقين مخلل حلوين من إيدِك يا ست الكل، وهتكوني كده عملتِ أحلى غدوة لأحلى عيلة تتلمّوا عليها وتشبعوا منها كده، هيعجب الصغير والكبير إن شاء الله. وده كان فيديو النهارده، يا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.